قام الرجل بتزوير الشيك وغير تاريخه إلى اليوم، ثم أزال اسم صاحبه الأصلي ولصقه، ثم حاول صرفه في البنك، لكن الصراف اكتشف التزوير فوراً، ورغم مظهره الحزين لم يحصل حتى على $5 وغادر محبطاً. وبينما يسير في الشارع رأى مجموعة من الطيارين يرتدون زياً أنيقاً ويتصرفون بكل ثقة، وكذلك المضيفات الجميلة، وظهر أطفال يطلبون التوقيعات، حتى مدير البنك حياهم باحترام، وعندها شعر بالغيرة وقرر أن يصبح طياراً. تظاهر بأنه صحفي للحصول على المعلومات، ثم احتاج إلى زي أنيق. أخبرهم أنه فقد زيه وطلب واحداً جديداً، ولأنه لا يملك المال فكر في الدفع بشيك مزور، لكن صاحب المتجر قال إن رقم الموظف يكفي وستتكفل الشركة بالدفع، وهكذا حصل على الزي. وبمجرد أن ارتداه جذب الأنظار، لأن مظهره الوسيم وملابسه جعلاه يبدو مهماً. عاد إلى البنك فاستقبله الموظفون باحترام وقبلوا شيكاته المزورة بسهولة. بعد ذلك أخذ طائرة لعبة كانت في الماء، ثم نزع شعار شركة الطيران ولصقه على الشيكات المزورة ووضعها داخل كتاب لتضغط جيداً، وامتلأ حوض الاستحمام بالطائرات لأنه يصنع شيكات مزورة بلا توقف. وبدأ يسافر مجاناً، يجلس في كابينة القيادة كأنه موظف رسمي، وطار لأكثر من 3 ملايين كيلومتر دون أن يدفع شيئاً، وكان يحرص أن تبدو شيكاته واقعية، حتى أنه خطط لسرقة آلة طباعة قديمة من البنك. ومع كثرة الشيكات بدأت الشرطة في التحقيق وقررت اعتقاله، وعندما طلب الشرطي منه أن يستسلم خرج بهدوء وقال: أنا ألان باري ألين من جهاز الخدمة السرية الأمريكية. فلم يصدقه الشرطي وطلب منه إثبات الهوية، فأعطاه محفظته دون تردد. وقبل أن يفحص الشرطي البطاقة قاده الرجل إلى النافذة وأشار للخارج قائلاً: إن زميلك أمسك بالمجرم. كانت تمثيلية متقنة. بعدها تنفس الصعداء، بل إنه فحص بطاقة الشرطي بنفسه. وبينما كان الشرطي منشغلاً أخذ الطابعة وهم للخروج، وفجأة ناداه الشرطي. التفت الرجل بقلق فقال له: احفظها لي، أنا أثق بك. لكن عندما فتحها اكتشف الخدعة وأسرع إلى النافذة، فرأى الرجل يهرب بخوف.